برحب بحضراتكم مرة تانية، سمعاكم ولقائنا الأخير النهاردة في صباح التحرير وفقرتنا الأسبوعية الفنية اللي نلتقي خلالها بمواهب فنية لشباب مصر يطمح في تجديد كل ما هو إبداعي ومفيد للفن المصري. النهاردة معانا عمر زكريا، ممثل ومخرج أفلام قصيرة شاب بتعتمد على المونودراما والسيلفي، وهي تجربة جديدة في مصر ويعد أول من قام بتصوير هذا النوع من الأفلام في مصر. خليني أرحب بيه بسرعة. أهلا بيك يا عمر. اهلا بحضرتك. كلمني الأول عن فكرة الأفلام دي أول مرة بتطبق في مصر. تمام. هو انا بتامل في كل حاجه كتير قوي، يعني بحب اركز في الحاجه قوي، ولعله خير. الكلمه دي فعلا اثبات ليك ان اي حاجه بتحصل لك فعلا خير. يعني هو الفكره ان انا جات لي فكره من 5 سنين ان انا عايز اعمل افلام، وهقول طبعا بعد كده ليه اصلا فكرت في كده، يعني ان اعمل افلام. فكلمت ناس صحابي وكده بيعملوا يعني زي فيديوهات كوميدي على اليوتيوب، فقلت لهم ان عندي فكره فيلم وعايز اعملها، ويعني الفكره كذا كذا كذا. قالوا لي يعني او خافوا ان هم يشتغلوا معايا، يعني وما رضوش، لان انت في بدايتك ما فيش حد مؤمن بيك، ما فيش حد مؤمن بافكارك، برؤيتك، برسالتك، انت عايز تعمل ايه. فجت عليا يعني على 2012 كده، قلت خلاص جات لي فكره فيلم برضه، فقلت انا هعملها لوحدي. يعني بابسط حاجه معايا باقل الامكانيات انا هشتغل لوحدي، يعني مش هقعد، لان جوايا حاجه، جوايا شحنه ما عايز اطلعها، او جوايا رساله عايز اقولها للناس. فبدات اشتغل مع نفسي. بعمل افلام سيلفي اللي هو جايه من ماي سيلف، اللي هي نفسي. بعمل كل حاجه بنفسي، التمثيل، الاخراج، المونتاج، القصه، السيناريو، الحوار. بحط الكاميرا قدامي، بدخل جوه الكادر، بصور نفسي وبرجع اشوفها تاني وكده. ولو في مشاهد او كادرات محتاجه فيها حركه او كده، بستعين بوالدتي يعني. فهي كلها سيلفي وكده. ومونودراما اللي هو شخص واحد بيوصل رساله الفيلم للمشاهد او للجمهور. النظام ده نظام مسرحي اكتر، او هو اصلا نظام مسرحي، فانا اخدته دخلته في الافلام. طب خلينا الاول نشوف معاك الفيلم اللي انت عملته، مدته 3 دقائق، هنشوفه مع مشاهدينا ونرجع تكلمني عن ازاي عملته وازاي الصور. تمام. دي فكرة جديدة زي ما شفناها مع حضراتكم، فيلم من 3 دقائق، فيلم غير متاح. اشرح لنا بقى تفاصيله يا عمر. تمام. هو في افكار طبعا انت بتناقشها لاي شباب ممكن وارد ان هو يعتذر لوالدته، زي ما احنا شفنا، يعني في كمان قيم في الفيلم. اكيد. هو انا بوصل رساله في كل فيلم، في رساله طبعا واضحه. بعمل حاجه طبعا على قد حاجه بسيطه يعني كده، وزي ما قلت بابسط حاجه معايا، ابسط الامكانيات، ان انا عايز اعمل حاجه يعني. بس هو الفيلم ده كان اخر فيلم انا عامله، كان نزل في العيد الكبير على النت. 3 دقائق كده، حاولت اوصل رساله بسيطه في 3 دقائق، عشان كمان تبقى سهله للمشاهد على النت وكده. زي ما شفنا بيتكلم عن الام، وان احنا ما بنحسش بقيمه الحاجه الا لما تروح. الموضوع ده انا شفته كتير قوي، موضوع واقعي حصل مع ناس صحاب ليا وكده، يعني شفتها قدامي، فقلت لازم اتناقش فيها، لازم اتكلم عنها يعني. وكمان الام يعني الفيلم ده لو اتكلمت عنه هتكلم من هنا للسنه الجايه، يعني مش هخلص يعني. بس طبعا والدتي كانت مساعداني طبعا في التصوير وفي الاداء الصوتي في اول صوت. وكانت تعبانه اصلا جدا، كان كمان قبل التصوير كان قلبها وجعها وكده، فيوم التصوير صورت وكانت تعبانه جدا وما رضتش تحسسني باي حاجه خالص. بعد ما خلصنا التصوير يعني تعبت ووقعت منه وكده. فالفيلم اصلا كله يعني كمان والكواليس وكده كانت حاجات يعني كان صعب يعني. بس انا صورته في يوم، كان يعني انا تقريبا بصور الافلام في يوم من 6 الصبح ل 6 بالليل ولا حاجه. والمونتاج بياخد 3 شهور او 3 شهور ونص. تعليق بقى اللي شافه على النت، انت عرضته على النت، تعليق غيرك من الشباب على الفكره دي عموما وعلى الرساله اللي بتوصلها من افلامك. انا طبعا يعني المكان اللي انا يعني بقدر اقدم فيه حاجه او اوصل فيه رسالتي هو النت. اللي انا بعمل افلام مستقله. الافلام المستقله ان انت بتنزل حاجه على النت وبتدخل مهرجانات. ده المتاح حاليا ليك يعني. وان هي صعب انها طبعا تتعرض يعني بدون العرض او السينما او كده. لا، هو النت كمان الوسيله الاكثر انتشارا في جموع الشباب عموما يعني. طبعا النت واليوتيوب والفيس وكده. وكمان افلام مستقله ان انت اللي بتصرف عليها، صاحب العمل، يعني غالبا بيبقى المخرج هو اللي بيصرف عليها، ما فيش شركه انتاج يعني. بس فانا حاولت اوصل حاجه يعني. وطبعا كان في تعليقات، يعني كان اكتر تعليق جالي على الفيلم ده كان صديقه عندي على الفيس كلمتني وقالت لي انا شفت الفيلم ويعني ما عداش اقل من 5 دقائق وجالي تليفون وسمعت نفس الخبر اللي شافته في الفيلم يعني. فكان تعليق صعب قوي، وانا كمان يعني اثر فيها جامد يعني. انها شافت حاجه ويعني او شافت الواقع في فيلم وحصل لها بعد كده فعلا، وجالها خبر بوفاه والدتها وكده.
ايه الرسائل الاخرى والقيم الاخرى اللي ممكن تطبقها في فيلم زي ده تاني يا عمر، بما ان انت شاب وممكن تكون مطلع اكتر على قضايا ومشاكل الشباب اللي في سن؟ والله في رسائل كتير قوي، في حاجات كتير قوي عايز اعملها ان شاء الله يعني. وعايز كمان يكون معايا ناس، يعني كفايه بقى افلام سيلفي وكده يعني. اللي كمان السينما ما ينفعش تعمل فيها كل حاجه لوحدك، لازم ناس معاك، لازم قصه عمل، مدير تصوير، سيناريست، يعني كده كل واحد له حاجه بيضيف للفيلم، فما ينفعش تعمل كل حاجه لوحدك. في طبعا رسائل كتير يعني. انا مثلا الفيلم الاول فيلم عملته كان بيتكلم عن المعاق ذهنيا، والناس دي بجد يعني احسن من اي حد، احسن مننا. هو الفكره ان هم عندهم حاجات ما بيعرفوش يعبروا عنها وما بيعرفوش يحكوا عنها، يحكوها ازاي بس. فده برضو ناقشته في 2013. عملت فيلم اسمه نقطة ضعف، كان اخين توأم، كنت عامل انا الشخصيتين. كان الخير والشر وكده، او يعني او صراع الاخوات، واحد كويس وواحد مدمن وبيشتغل ديلر عشان يجيب فلوس وحاجات زي كده، وبيدور الصراع بينهم. ففي كل فيلم في رساله بوصلها يعني. فيا رب الرساله بس توصل. كمان انا بطلع اللي جوايا، بطلع باللي انا حاسه يعني، ويا رب يوصل للناس. كنت عايز برضه اقول حته ان انا اصلا بعمل افلام او فكره الفيلم جات لي من 5 سنين. ليه اصلا جات لي؟ لان انا يعني في الفتره دي حصل لي زي ظروف كده ومشاكل، وبعدين كمان حصل لي حوادث يعني جه عليا فتره كده ورا بعض جالي حوادث كتير، او حصل لي حوادث كتير. يعني حسيت انا خلاص هموت يعني، او قربت من الموت. فقلت انا مش عايز ادخل الدنيا واطلع منها من غير ما اعمل حاجه، عايز اوصل رساله، عايز اسيب حاجه. وكمان الفنان ما بيموتش، بيعيش باعماله. فقلت انا عايز يعني اعيش في ذهن الناس يعني، وابقى موجود معاهم، والناس حتى كمان تفتكرني بيها يعني. انت درست الاخراج يا عمر ولا دي هوايه بس؟ يعني درست اخراج؟ او انا درست اخراج بس على النت، على بعض مواقع النت، وكان في زي ندوات عندنا في مكتبه اسكندريه، لان احنا من اسكندريه، فكان فيها ندوات في مكتبه اسكندريه، السيناريو، التصوير، الاخراج، المونتاج. ما فكرتش تكمل دراستك في معهد السينما، تثقلها اكتر بشكل تفصيلي بقى، بشكل عملي، بشكل علمي؟ انا ناوي باذن الله، بس انا حاليا انا في ثالثه كليه سياحه وفنادق. انا 25 سنه وفي ثالثه كليه سياحه وفنادق. فيعني ان شاء الله اخلص بس والتحق بالمعهد على طول. ناوي تلتحق بيه؟ اكيد طبعا ولان كمان يعني لو في موهبه على حد يقول للناس، فلازم تثقل بالدراسه. اكيد. وكمان خدت ورشه تصوير مع استاذ سعيد شيمي، مدير التصوير الكبير طبعا يعني، وانا كنت من المحظوظين بصراحه ان انا خدت معاه يعني. نعم. ورشه عمل بشكل فردي يعني، بشكل شخصي انت عملتها معاه يعني عشان تثقل اكتر من معرفتك؟ لا كان ورشه تصوير زي كورس تصوير. كورس تصوير شامل على كل حاجه للكاميرا يعني، العدسات والتكوين والالوان كله يعني. طب وايه اللي انت ممكن تضيفه الافلام القصيره؟ احنا عندنا الافلام القصيره للاسف غير منتشره في مصر بانتشارها الموجود في العالم كله. ايه اللي ممكن تضيفه لما طبعا تكمل دراستك وتثقلها من خلال معهد السينما؟ والله يعني زي ما قلت في حاجات كتير قوي عايز اعملها، وفي رسائل كتير يعني. انا مثلا هدفي، انا بعمل كل ده ليه؟ عشان في الاخر عايز اعمل حاجه للسينما، عايز اوصل رساله، عايز اوصل فن راقي، اعمل حاجه سينمائيه بعد كده يعني دلوقتي انا بدات بفيلم قصير، عايز بعد كده اعمل افلام روائيه طويله بقى تنزل سينما والناس تشوفها، واوصل رسالتي للناس، اوصل افكاري بس. واهم حاجه تبقى رساله كويسه، رساله ناجحه يعني توصل للناس ويعملوا بيها يعني. طيب تقول ايه عموما كلمه اخيره للشباب اللي عنده اي فكره ابداعيه، وزي ما انت بتقول كده حابب يوصلها، حابب يقولها للناس؟ لا يعني كمل طبعا، ولو وقعت قوم تاني. يعني انا حتى دايما بقول يعني اي حد عايز اي حاجه طالما بيسعى لها بجد ومؤمن بفكرته لازم بيوصل لها، ولازم ربنا بيديها له اي حاجه. وان شاء الله احنا نوصل للنجاح باكتساح طبعا برضه يعني، ده زي شعار انا بقوله دايما. ويعني انت كمل يعني. وبعدين دلوقتي انت عندك النت يعني، انت ما لكش حجه تقريبا يعني، عندك النت وعندك اليوتيوب، اعمل اي حاجه وارفعها على اليوتيوب، شيرها عندك على الفيس، تواصل مع الناس، شوف ارائهم ايه، هتبدا تتعرف يعني. بس انا بشكرك كل الشكر عمر زكريا، ممثل ومخرج افلام قصيره بتعتمد على المونودراما والسيلفي زي ما شفنا مع حضراتكم. بنتمنى لك ان شاء الله انت تكمل دراساتك وتحقق اللي انت عايز تحققه في هذا المجال من الابداعات. شكرا لك. باذن الله يا فندم. انا شكرا يا فندم بشكر كل اسره البرنامج طبعا، وتقديركم واهتمامكم بالمواضيع اللي زي كده، وعلى وجودي النهارده معاكم. شكرا يا فندم. شكرا ليك. ودي رسالتنا ان احنا نهتم بكل شاب عنده فكره وحابب ان هو يطلعها، ده جزء من عملنا كمان. انا بشكرك كل الشكر، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. انتهت حلقتنا النهارده في صباح التحرير، بتمنى لكم يوم سعيد. الى اللقاء.